طالب النائب البرلماني محمد بن جلون التويمي بإحداث محطة طرقية جديدة على غرار عاصمة المملكة الرباط. وذكر البرلماني عن حزب البام في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزيري الداخلية والنقل واللوجستيك أنه بسبب المشاكل الأمنية والاجتماعية والتردي المهول للخدمات بالمحطة الطرقية ولاد زيان بالدار البيضاء بات من الضروري إحداث محطة طرقية جديدة على غرار العاصمة الرباط. وأردف البرلماني أن المحطات الطرقية أصبحت عنصرا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن، واعتبارا لذلك اشتغلت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تحت وصاية وزارة النقل واللوجستيك على تدبير عدد من المحطات الطرقية على المستوى الوطني، إلى جانب المساهمة والشراكة المادية مع شركات التنمية المحلية للجماعات الترابية في إطارة الأوراش المستجدة للمحطات الطرقية من الجيل الجديد، أو إعادة هيكلة المحطات التي لم تعد تقدم خدماتها بالجودة المرجوة. وأضاف: لا يخفى عليكم الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة مدينة الدار البيضاء وكذا الوافدون عليها من مختلف مناطق المملكة عبر خطوط النقل بالحافلة، نظرا لتردي الخدمات المقدمة من قبل المحطة الطرقية ولاد زيان التي تعاني من عجز بنيوي على مستوى التدبير الإداري والمالي لهذا المرفق، أو من حيث أمن وسلامة الوافدين عليها، إلى جانب المطالب الدائمة لمهني النقل الطرقي بنقل هذه المحطة الطرقية من وسط حي شعبي مأهول بالساكنة.